السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا مشاهدتكم قناة بينك ايدياز، ومرة شكرا على تفاعلكم وتعليقاتكم وعلى اللايكات. اليوم جبت لكم فيديو مشترياتي من iHerb.com. طبعا لسه واصلني، فقلت لازم اوريكم ونفتحها سوا. ايش رايكم؟ يلا نبدأ. اول شيء هذا البوكس صغير، على اني طالبة اشياء كثير بس بصراحة مرة ثقيل. خلينا نشوف سوا ايش في جوا، هل هم جابوا كل شيء او لا. طيب اول شيء شوفوا كيف طبعا حاطين الامان او عشان يمنع التكسر وهذه الاشياء. طيب مرة حلو، شوفوا كل شيء جوات كيسة، مرة هذا الشيء جميل. خلينا نشوف. هذه صابونة شيا، المفروض انها ترطب اتوقع. ما ادري، شفتها وعجبتني وقلت يعني نستفيد اثنين في واحد. لا وبرضو وذ صويا ميلك، يعني مرة حلو. احب الصوابين اللي فيها ملك شوي، تطلع مرة حلوة وتعطي ترطيب مرة حلو. تحمست اشوف شكلها، خليني ابى افكها لكم. حتى لونها حلو يعني. ريحتها جميلة، ريحتها مرة حلوة كذا، ريحة نظافة واشياء، مو زي ريحة الشيء المتعودين. نشوف. طبعا طلبت الكولاجين كريم على كثر ما يعني نسمع عنه مدح مرة كثير، فنجربه ليش لا. خلينا نشوف من جوا كيف شكله. نسكر العلبة مرة. اوه مرة سايل، يعني ريحته مدري مو مرة، بس نشوف المفعول كيف، نجربه ونشوف. طيب نجي للشي، وهذا زيت اللوز طبيعي 100%. طبعا انا دائما استخدم زيت اللوز، لكن شفت في الموقع سعره مرة حلو، والاسعار ريتهم حاطين الفاتورة. راح احط لكم الاسعار ان شاء الله بالفيديو لما ادخل على الموقع. طبعا زيت اللوز مرة حلو، مرة مفيد للبشرة، مرة مغذي، مرة مرطب. فانا شريت لانه ممكن احطه على بشرة الوجه، مرة يفيد، وكمان على الهالات السوداء مرة مفيد، وكمان يدخل في خلطات كثير، عشان كذا انا احطه. وهذا فيتامين اي. بس كذا زيت فيتامين اي. طبعا فيتامين اي مرة حلو للهالات السوداء وللبشرة، مرة حلو ومفيد، مرة انصحكم فيه. خلينا نشوف كيف. طب خليني اوريكم هذا هو الفيتامين لما فكيته، طريقة العلبة. كان ودي يكون بطريقة سهلة بس يلا شكله حلو. حتى الريحة مو سيئة، يعني مبين انه عادي. الحين خلينا نشوف. الله، هذا الشيا باتر اللي هو زبدة الشيا. طبعا من اكثر الاشياء اللي مهمة بالنسبة لي. سعرها مرة حلو، وانا لازم استخدم زبدات الجسم، هي اللي دايما استخدمها لانها هي الوحيدة اللي فعلا ترطب، خصوصا احنا جونا جاف، فمرة حلوة. بس ودي اشم الريحة اشوف. بصراحة بقول لكم شيء، انصدمت، توقعت العلبة اكبر من كذا، بس شوفوا العلبة بالنسبة ليدي مرة صغيرة، مسكرة، فلازم افتحها. فتحتها، مدري ما في ريحة، يعني ما في ريحة مميزة يعني قوية، لا مرة عادي الريحة، يعني ما في شيء مميز. وكمان هذا الكوكو باتر برضو نفس الشيء، زبدة الكاكاو. طبعا كلها اشياء جميلة، بس زي ما قلت لكم الحجم انصدمت صراحة، توقعت العلبة تكون اكبر من كذا. ريحة زبدة الكاكاو
شفتوا كاكاو البودرة لما تفتحونه؟ هذا ريحته كاكاو بودرة، مرة ريحته حلوة، مرة حلوة. بس طبعا باين انه هو الزبدة الشيا نفس الشيء يحتاجون انه يعني لازم اخففهم شوي، اخلطهم مع حاجة. فبشوف بعدين انه بسوي خلطات واشياء. اذا حابين اسوي فيديوهات عن خلطات للبشرة خبرونا طيب تحت في الكومنت. وهذا بيور روز هيب سيد اويل. المهم انه سمعت عنه ريفيو حلو فاخذته، ما ادري حسيته حلو. خلينا من شكل ريحته حلوة، خلينا نشوف. خليني افتحها. لا والله ما في ريحة، تصدقون ما في ريحة، بس شوفوا كيف لونه غامق. وعجبتني العلبة كذا مرة، انا احب زي كذا يعني يسهل عليك استخدامه بدل ما يروح نصه ينكب يعني، فهذا حلو مرة. هذه كيسة قبل شوي. وهذا زيت الافوكادو، مرة يمدحونه للبشرة يمدحونه للشعر، فقلت اطلبه وافكر اني اخلطه مع الزبدات اللي قبل شوي وريتكم، فليش لا. عجبني العلبة، شوفوا شكلها كيف تنفتح. هلا افتح لكم اوريكم. مو راضي ينفتح بعدين. هذا هاند كريم او كريم يد مدري، عجبني بيور شيا بتر فقلت اجربه. وحتى العلبة كبيرة، توقعت تكون اصغر. كويس انه في شي يطلع افضل من توقعاتي، مرة حلو. كأنه جواته شي طلع صوت. اوكي، هو زي العصار وحاطين مع زيادة غطا لو تحبون تغيرون. شيا وبنكهة الفانيلا. خلوني اشوف. مسكر لسه لازم افتحه كمان. فتحت ريحته تجنن 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 يعني عن جد، يعني الشيء اللي تبغينه يكون كريم لليد، ريحته مرة حلوة فعجبني يعني. هذا زيت الخروع. العلبة مرة كبيرة، ما توقعت راح تكون نفس علب الزيوت الافوكادو وغيره، بس يلا خلينا نشوف كيف. وكمان طلبت زيت الليمون، كمان يمدحونه مرة برضو للبشرة وآثار الحبوب، فقلت الليمون أصلا حلو يعني في جميع الأحوال. بس خلينا نشم الريحة. مرة يهمني أنا الريحة، ما أدري يعني ريحته ليمون بس معاه سكر، مرة ريحته حلوة. طيب والشي اللي قبل الأخير كوكونات اويل، أخيرا شريته. طبعا مرة يمدحونه للشعر، أكيد كلكم تعرفون. خليني بحاول أفكه، شكله مليان زيت تصدقون، يعني مو مليان مرة. مرة يمدحونه، وطبعا هو مرة كويس للبشرة وللشعر. صراحة أنا ما أخذته السبب الأول والأخير عشان الشعر أكثر شيء، بجربه نشوف إن شاء الله يكون حلو. وآخر شيء هذا، أيوة أورجان أويل. هذا أورجان أويل 100% بيور، طبعا برضو يمدحونه للشعر وللمعة، فعشان كذا أخذته. وبس هذه هي اللي كانت مشترياتي من اي هيرب. طبعا راح احط لكم الاسعار كلها بالفيديو باذن الله. زي ما قلت لكم اذا حابين اعمل ريفيو عن كل هذه المنتجات برضو وروني باللايكات كيف، وابشروا من عيوني. وبس كان هذا الفيديو، اتمنى يكون عجبكم، وان شاء الله عجبتكم كمان مشترياتي واستفدتوا منها. ويا ريت تكتبوا لي بالتعليقات ايش رايكم بالمنتجات، اذا انتم مجربين شيء وعاجبكم، او اذا في شيء معين تبغون تعرفون عنه معلومة معينة كمان اكتبوا لي تحت في الكومنت. وبس لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة، اللي ما اشترك يضغط على الزر الاحمر تحت.